السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة على بداية مشوار منتخب مصر في كأس العالم، وازاي مصر ممكن تلعب قدام بلجيكا، والأخطاء اللي ظهرت في المباراة الودية، ازاي نتفاداها، وازاي نلاعب فرقة زي بلجيكا. إضافة إلى الماتشين التانيين، أكيد هنغير طريقة اللعب، لأن مستوى الفرقتين التانيين مش زي بلجيكا طبعا. اولا، مشاكل مصر اللي ظهرت في الماتشات الودية. عايزين نشوف الفورميشن اللي هيلعب بيها حسام حسن. اولا، مشاكلنا هتنحصر في انت ازاي هتلاعب فرقة زي بلجيكا عندها 2 وينجات، اذا كان دوكو او جوليان الناحية التانية، معاه تروسرد بيضم اكنه راس حربة تاني، تحتيه طبعا دي بروين، مخطط اللعب كله، المفكر بتاعهم. وقدام طبعا لوكاكو. ازاي المدافعين بتوعنا ممكن يواجهوا لوكاكو باندفاعاته بقوته بسرعته. المشكلة الكبيرة طبعا، احسن ليبرا في العالم دلوقتي اعتقد هو دوكو، وهيلاعب محمد هاني في الناحية اليمين. طبعا بما انه من احسن الدريبلرز اللي في العالم، ما ينفعش تخليه يواجه محمد هاني لوحده وتلعب بوينج ما بيدافعش. فطبعا يعني نلغي فكرة ان صلاح يبقى هو الوينج اليمين، ويبقى صلاح هتلعبه يا اما شادو سترايكر تحت عمر مرموش، او يبقى هو السترايكر في الماتش زي ده. تلعب ازاي بقى عشان تأمن الوينجين بتوعك؟ دلوقتي انت محتاج تعمل دايموند من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين. دايموند دفاعي هيبقى من المساك اللي موجود في الناحية دي مع اذا كان اليمين او الشمال. وطبعا لا اما لعيب خط نص، لا اما وينجر بيرجع يغطي معاه. الجزء بتاع دوكو انت هتحتاج تعمل الدايموند، ويبقى الوينجر كمان بيرجع يغطي مع الدايموند ده عشان يقفل على دوكو. هنتكلم كأسماء. يبقى انت هتلعب ب3، اعتقد ما ينفعش تلعب ب4 في ماتش زي ده. انا افضل ان ال3 يبقوا محمد عبد المنعم يبقى هو الليبرو، لان هو لسه راجع من الاصابة. فالليبرو بيخليه ما يواجهش اللعيبة بشكل اكبر، ويعتمد على خبرته، يعتمد على طلوع بالكورة بشكل كويس. فيبقى هو الليبرو قدامه. من رأيي ربيعة ناحية اليمين عشان يغطي مع محمد هاني، لأن ربيعة أولا قوي، وفي نفس الوقت كورته حلوة. أنا كل ده بحاول برضو إن أنا أواجه مشكلة طلوع بالكورة اللي احنا لقيناها في الماتشات الودية. فيبقى كل اللعيبة اللي ورا لعيبة كورة عندها كورة كويسة تقدر تطلع بالكورة. والناحية التانية حسام عبد المجيد، يبقى الثلاثي يبقى حسام، محمد عبد المنعم وربيعة وحسام عبد المجيد. طبعا الونجات قصدي الباك اليمين والباك الشمال فتوح ومحمد هاني. ويبقى نص الملعب بدل انت لعبت 5، يبقى مش محتاج تلعب ب2 ديفندر 6، تلعب بواحد 6 وواحد يقدر يطلعك بالكورة برضو، يبقى مروان وجنبه امام عاشور. كده هتلعب 5-2-3. ال3 اللي قدام طبعا لا خلاف عليهم. هتلعب انا شايف هيثم عشان يرجع يغطي زي ما قلنا، يغطي مع الدايموند اللي احنا عملناه بقى، اللي هو بقيادة ربيعة ومروان ومعاهم محمد هاني. يرجع هيثم يغطي معاهم، يبقى قفلنا الجبهة دي اللي فيها الازعاج كله من ناحية دوكو، وتروسرد كمان بيضم معاه، اضافة الى دي بروين اللي بيعمل معهم شكل مثلث عشان يعملوا هجمات خطرة من الناحية دي. ويبقى المهاجم مرموش، قصدي سوري محمد صلاح، والناحية الشمال يلعب بعمر مرموش. عمر مرموش احسن يجيلك من الناحية الشمال عن انه يلعب مهاجم، عشان يجي بوشه وتاخد انطلاقاته السريعة وتسديداته، لانه احسن حاجة بتاخدها من مرموش هو جايب وشه على المرمى.
ده كده الفورميشن اللي يقدر يقفل اللعب على الوينجات. الوينج التاني برضو اللي فيه جوليان هتقفل عليه من خلال فتوح وحسام عبد المجيد ومعاهم امام عاشور، ومرموش برضو يقدر يرجع يغطي معاهم. بس الجبهة دي مش قوية زي جبهة دوكو طبعا، فعشان كده احنا ركزنا اكتر على جبهة دوكو ان احنا نقفلها بشكل لعيبة دفاعية بتلعب بشكل دفاعي. نيجي بقى الناحية الهجومية اللي احنا دايما بنشوف ان احنا بندافع ونيجي ساعة الهجوم ما بنعرفش نعمل اي حاجة. دلوقتي انت لما لعبت محمد عبد المنعم هو الليبرو، هيساعدك في بناء الهجمات من ورا، يطلعك الكرة بشكل صح. هيسلم لإمام اللي هو كورته حلوة برضو وبيعرف يطلع بالكرة بشكل كويس. تعالج بقى مشاكل قطع الكرة من قدام وتحلها بلعيبة مهارية وكرتها حلوة. نلعب بقى هجمات المرتدة على مرموش وصلاح هيثم برضو عنده سرعات، فتقدر تلعب الهجمة السريعة بشكل كويس. هتيجي الشوط التاني عايز تبدل، هتحط زيكو مكان مرموش وتزق صلاح مثلا في الناحية اليمين، يكون الفرقة تعبت شوية فنقدر نحط صلاح في الناحية اليمين ونخلي مرموش هو المهاجم. ده الشكل الهجومي اللي نقدر نلعب بيه قدام بلجيكا. هتيجي بقى تقول لي الماتشين التانيين نلعبهم ازاي؟ اكيد مش هنحتاج نلعب قدام نيوزيلندا ب5 ورا، هتشيل واحد من المساكين زي حسام عبد المجيد ويبقى محمد عبد المنعم وربيعة، واللعيب اللي في نص الملعب ممكن يا اما تزوده زيكو، يبقى زيكو كمان ناحية هجومية، زود لك الناحية الهجومية عشان انت في ماتش نيوزيلندا اكيد هتبقى محتاج تزود اللعيبة الهجومية اكتر من ماتش بلجيكا. نقطة اخيرة هتكلم عليها في ماتش بلجيكا برضو ونحذر منها، الضربات الركنية والضربات الثابتة اللي حوالين منطقة الجزاء بتاعتنا. هما بيلعبوها بأنماط كتيرة ودي ممكن تسبب لنا مشاكل. اولا اللعيب اللي بيطلع يعمل الكورنر بيخش معاه دي بروين وتروسرد، لا اما بيخش دي بروين يعمل الاوفر، لا اما بيلعب وان تو هات مع تروسرد ويفتحوا اللعب ويعملوا هجمات خطيرة من الجناب من الناحيتين. فناخد بالنا من الكورنرات والضربات الثابتة، نقفل كويس، يبقى في زيادة عددية في منطقة الجزاء لان هم بيطلعوا بلعيبة كتيرة وعندهم اطوال، فممكن يضربونا من الضربات الثابتة او الضربات الركنية. ده كان اختصار سريع ازاي نلعب بلجيكا وازاي نغير نمط اللعب في الماتشين التانيين اذا كان نيوزيلندا او ايران. ان شاء الله بعد ماتش بلجيكا هنتكلم ونشوف ازاي لعبنا وايه الاخطاء، ان شاء الله ميبقاش في اخطاء كتيرة في المباراة ونقدر نطلع بنتيجة ايجابية من المباراة. شكرا، سلام عليكم.